بتاعتك ايه؟ ياسر يا ريس. خد ال 100 جنيه بتاعتك ايه؟ ايه ده؟ 100 جنيه انت بتهزر ولا ايه؟ ليه يا عم في ايه؟ ايه اللي ليه في ايه؟ اكن انا ابقى شغال 12 ساعة عشان في الاخر تيجي تديني 100 جنيه؟ 100 جنيه يا عم انت بتهزر عارف ولا ايه؟ الحال واقف اعمل ايه يا ياسر؟ انا مالي ومال الحال واقف ولا شغال؟ انا راجل جايب اليومية. 100 جنيه مين بياخد 100 جنيه؟ انت هو انت بتتكلم عيل صغير يا عم؟ انا عندي بيت وعندي دنيا يا عم. طب 100 جنيه تعمل لي 100 ايه؟ جنيه عادي اهو. يا عم ما تقوليش الراجل يا عم الحاج، انا ماليش دعوه بالراجل، انا راجل شغال عندك دلوقتي، هو ياخد 50 ياخد 100 ما ياخدش هو حر، لكن انا راجل شغال بيوميتي، تيجي تديني 100 جنيه اجيب بقى ايه؟ انت بتهزر. اهدى يا ابني، الراجل بيقول لك النهارده الدنيا مريحه معاه، فاستحمله يا عم ونقف جنبه. يا عم انت مالك انت يا عم خالد؟ يا عم انت شغال زيك زي انت راضي انت بال 100 جنيه ارضى بيها، انا مش عجباني، انا اقل من 200 جنيه مش واخد، انا بقول لك اهو. هتجيب يا عم 200 جنيه ولا لا؟ شوف يا خالد بلا يشوفه ولا يشوفني، بقول لك ايه، انا مش عاوز حاجه بس عليا النعمه من نعمه ربي وحط داخلها لك تاني، وابقى اشبع انت بقى بال 100 جنيه. اوعى يا عم ولا اهدى ولا تهداش، اوعى يا عم. يا ابني وبعدين معاك بقى، انت هتفضل مجريني لغايه فين؟ اهدى، خد ال 100 جنيه ومشي نفسك بيها واشكر ربنا. اشكر ربنا على ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب، احمد ربنا، ربنا يزيد. يزيدني؟ دي كلمة والله العظيم يا ابني انت بتفكرني بالناس الغلابة اللي زي حالاتك كده. كلمة ابقوا حافظينها، اشكر ربنا ربنا هيزيد. طب ما في ناس ما بتشكروش وبيزيدوا اصلا. استغفر الله العظيم. انت بتتكلم في ايه؟ وبعدين اقول لك على حاجة، انا من وانا عيل صغير كده وانا بشكر ربنا على كل حاجة. عمري ما بصيت لحد، وعمري ما قلت دايما كنت بقول يا رب شكرا على حالي، شكرا على وضعي. كان كل اصحابي يجيبوا اللي نفسهم فيه وانا مش عارف اجيبه، وبرضه كنت ببقى شاكر. كل الناس تختلف حواليا الا انا عشان شاكر. وانت دلوقتي بتقول لي اشكر ربنا، اشكر ربنا على ايه؟ ربنا عمل لي ايه علشان اشكر عليه؟ قال لك اسعى وانا بسعى وبيطلع عين امي اللي خلفوني، اشتغل بدل الساعه 12 ساعه عشان 100 جنيه. تقدر تقول لي ال 100 جنيه اللي انت مديهاني وفرحان بيها وجاي لي من اخر الدنيا علشان خاطر اخدها دي تجيب لي ايه؟ تقدر تقول لي ال 100 جنيه دي تجيب لي ايه؟ تقدر تقول؟ ما تعرفش. دي تجيب منها اكل ولا شرب ولا كهرباء ولا ايجار ولا ادفع مصاريف ولا تجيب لي ال 100 جنيه دي ايه؟ ال 100 جنيه اللي انا مذلول بيها 12 ساعه، 12 ساعه بفحت في الارض عشان اجيبها، وانت في الاخر بتقول نشكر ربنا. الله شكرا يا رب، يا رب شكرا يا رب، يا رب. اشكره على ايه؟ اشكره على ايه؟ ما بلاش بقى الكلام الفاضي اللي انتوا بتقعدوا تتكلموا فيه، اشكر ربنا ربنا هيزيدك. ما بنشكر ومحدش بيزيدنا، وناس تانية مقضيها في اي حاجه وربنا بيكرمها، وبدل العربيه 2 و3 وبدل الشقه 5 و6 و7، ليه ما بقاش زيهم؟ ليه؟ انا عيبي ايه؟ ما انا شاب يا عم الحاج ونفسي اعيش حياتي، نفسي يوم ما اتجوز الشخص اللي انا بتمناه، مش اللي مفروض عليا علشان مش معايا فلوس. اعمل ايه؟ اعمل ايه يا اخي؟ ده انا بطفح الدم من يوم ما اتخلقت على وش الدنيا. طب اتخلقنا ليه طالما احنا طافحين الدم وشايلين هم وكل حاجه حواليك بتغلى الا حاجه واحده؟ احنا كمان ما بنغلاش، بنفضل نقل لحد ما هنختفي. انت راجل راضي وجميل وعسول والراجل فرحان بيك. تقدر تقول لي عملت ايه في حياتك؟ شغال بقالك كام سنه؟ 15 20 سنه، عملت ايه؟ عندك ايه؟ تملك ايه؟ هتعيش طول عمرك عامل وهتموت عامل. اما انا بقى عمري ما هكون عامل، انا راجل هشتغل وهنجح غصب عن عين اي حد، وبرضه مش هرضى. وال 100 جنيه ديت ما تلزمنيش، اشبع بيها. ساعة البركات. اتفضل يا باشا. بقول لك يا ريس انا كنت بدور على شغل، لا عندك؟ وماله في شغل؟ عدي يا حبيبي عدي شوف ده فين. فيها بقول لك 12 ساعة اليومية 60 جنيه. 12 ساعة؟ 60 جنيه؟ شكرا يا ريس، شكرا. انت عايز ايه؟ عايز ايه يا ريس؟ عايز ايه؟ ان انا اشتغل 12 ساعة عشان 60 جنيه؟
انا ما رضيتش بشغلانه باخد فيها 100 جنيه في اليوم، ارضى ب 60 جنيه، تفتكر ده؟ ده حاجه براحتك والله ترجع لك انت. يا عم سلام عليكم. احلى بركات. هنجح غصب عن عين اي حد وبرضه مش امر. ال 100 جنيه ديت تلزمني. إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن أنت لم ترض بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك.